السلام عليكم اصدقائي الاعزاء، ازي حضراتكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسعاده. الايام بتجري وكام يوم على العام الجديد 2025. ان شاء الله يكون عام كله خير وبركه وسعاده وفرح على حضراتكم جميعا. واللي كان في نفسه امنيه ما قدرش يحققها في 24، ان شاء الله ربنا ينوله ويحققها في 25. امين يا رب العالمين. يشفي كل مريض فيها يا رب. والله الدعوه بتبقى طالعه من القلب فعلا. يشفي كل مريض، يشفيه من كل ده، ويرحم كل متوفي، ويجعل الفردوس الاعلى من الجنه مسكن ليه، ويبارك في اعماركم جميعا. امين يا رب العالمين. واللي زعلان مني، انا ما بتكلمش على السنه الجديده ونسامح بعض في السنه القديمه والكلام ده كله، لان مش كل اصدقائنا ومش كل معارفنا ومش كل حبايبنا ومش كل اهالينا موجودين معانا على التواصل الاجتماعي، ومن هنا بنطلب منهم السماح. لا، ده انا بتكلم على الفيديو اللي انا عملته وقلت الثالوث المقدس، وذكرت فيه جزئية كده. قلت لو الدنيا كلها في الشرق الاوسط وقعت، لو جميع الدول المحيطة بمصر وقعت، لان مفيش تكاتف، وقبل كده قلناها مرة واتنين وعشرة ومليون في الاتحاد قوة، والناس اللي رافضة الاتحاد فرافضة للقوة، فهنا مفيش تكاتف. فقلنا لو الدول اللي حوالين مصر الشرق الاوسط وقعت، مصر مش هتقع، لان مصر بشعبها وقواتها المسلحة وقيادتها السياسية في ترابط وتماسك الى يوم الدين. وقلت مرة تانية، لو مصر لا قدر الله هي اللي وقعت، فجميع الدول اللي حوالين مصر تسقط بالتبعية. مفيش كلام. بطيارة كده هليكوبتر، الحاكم بقى بأمره ساعتها ايا كان جنسيته، ها، من هنا ولا من هنا ولا من هناك، يكفي ان هو بس يعدي في الحدود بتاعة الدولة ويدي انذار لقيادتها قبل شعبها. الكلام ده زعل ناس، الكلام ده زعل ناس، واللي يزعل من الاصول انا اسف جدا يضرب دماغه في الحيط. انا قاصد اللي انا قلته، وانا عارف انا قلت ايه. هو الكلام اللي انا قلته اللي انا عدته دلوقتي، قلت مفروض ان احنا نكون في ترابط وتماسك، والفيديو موجود اللي هو باسم الثالوث المقدس. ايه هو الثالوث المقدس في مصر؟ قلت الشعب والارض والقوات المسلحة. ده الكلام اللي انا قلته. وقلنا لو الدول اللي حوالين مصر سقطت بامر الله، مصر مش هتقع، لان مصر في ترابط وتماسك وشعبها بيغير على ارضها. والا ما كانش عندنا الفدائيين من يوم ما عرفنا سكة المعارك على ايد الغزاة. مصر ما غزتش حد، مصر في حالها، بل بتخدم كل الدول المحيطة بيها وبتمد ايديها رغم اقتصادنا التعبان، رغم ظروفنا المادية، وبيبان معدننا في اي دولة بنسافرها. المرتب اللي اي مواطن مصري بياخده بيدي شغل ومجهود ودم اكتر منه الطقطقين وتلاتة. يبقى معدننا بيبان واحنا لسه بره كافراد. امال في دولتنا مؤسسات وشركات ودولة هتعمل ايه؟ ما احنا اتعلمنا الانتماء والادب والاحترام في بلدنا، احنا ما اتعلمناش الانتماء والادب والاحترام في اي دولة ايا كانت. احنا بنروح جاهزين مؤدبين وعندنا استعداد نتعامل مع القوانين الخاصة باي دولة احنا رايحينها، فبيبان معدننا الطيب. فمصر طول عمرها بتدي وما بتنتظرش ان حاجة تترد، ومع ذلك معظم الدول المحيطة بمصر او في الشرق الاوسط او ليها حدود اسيوية، وقت الخير ووقت الرخاء ما بتشوفش غير نفسها. مصر تترمي ورا، مفيش مساعدات، ناسيين ان مصر هي البوابة للجميع وهي الام للجميع وهي حضنة لجنسيات كتير قوي. التاريخ ثبتها لما قلنا قبل كده ان لما العراق غزت الكويت، اهل الكويت جم مصر، ولما امريكا بالتحالف الدولي اللي حشدته غزت العراق، العراقيين جم مصر.
ولما حصل في وقت من الاوقات حرب اهليه في لبنان، شعب لبنان جه مصر. ولما سوريا انضربت قبل كده، انا ما بتكلمش على اللي احنا فيه دلوقتي، اهل سوريا جم مصر، اهل اليمن جم مصر. مفيش دولة على مستوى الشرق الاوسط شعبها ما لجأش لمصر اول ما بيحصل عندهم اي مشكلة. اخرهم اهل ليبيا واهل السودان جم مصر، وما زالوا موجودين معانا لغاية النهاردة. يعني يا سادة يا محترمين، انا عارف بقول ايه ومصر على كلامي. مصر حاضنة للجميع، مصر ام الدنيا، مصر مرة واثنين وعشرة ومليون وملايين. قلنا في الاتحاد قوة، تعالوا نتحد، مش جامعة الدول العربية لوحديها فقط، لا، يكون في اتحاد فعلي على قلب رجل واحد. اي اعتداء على اي دولة يبقى اعتداء على جميع الدول بتاعت الشرق الاوسط. لكن تبص تلاقي دولة راحت طلعت لك لا انا ملياش دعوة بالقوانين دي. طب تعالوا نحارب الارهاب، لا والله انا ما عنديش ارهاب، الارهاب عندك انت لوحدك. طب تعالوا نحط ايدينا في ايد بعض اقتصاديا، ده انت اقتصادك واقع، طب هنحط ايدينا في ايدك ازاي؟ طب تعالوا نحط ايدينا في ايد بعض امنيا، احنا حدودنا متامنه وما عندناش اي مشاكل. طب تعالوا نحط ايدينا في ايد بعض معرفش ايه، نصدر مع بعض او نستورد مع بعض. نصدر ايه ونستورد ايه وانت راجل شحات؟ انا عمري ما كنت شحات، انا ممكن اقتصادي يتعب، ممكن اقتصادي يقع، ممكن بطلب المساعده من دول كبيره، تعالوا استثمروا عندي وبهيئ لهم المناخ المناسب لان عايز انهض ببلدي. لكن عمرنا ما كنا شحاتين ابدا. اللي بيدينا حاجه بياخدها يا ساده يا محترمين بالفوائد بتاعتها، اللي بيدينا حاجه بياخدها بالفوائد بتاعتها، محدش بيتنازل عن حقوقه، لا ده بياخدها بفوائدها، يعني الطاق طاقين وثلاثة وعشرة حسب التأخير ده لو في تأخير. لكن مصر طول عمرها ملتزمة بالسداد في الوقت المناسب، وقبل ما يحل ميعاد الدين بنكون مسددين. اكتر من كده احنا ما بنشحتش من حد، احنا في اي حتة نشرف نفسنا ونشرف بلدنا، عمرنا ما كنا متسولين. واي بلد فيها الحلو والوحش، هاتولي دولة على مستوى العالم بقى مش الشرق الاوسط وقولي لي اصل كلها ملايكة، وروني، بس يكون عندكم استعداد للي هقوله. اللي هيقول بلدي فوق مستوى الشبهات هجيب لك وبالورق وبالفيديوهات وبالمستند الرسمي. مفيش بلد على مستوى العالم على الكرة الارضية اهلها ملايكة فقط، لا، فاللي مليان عيوب يقفل على نفسه بعيوبه. فانا لما قلت بطيارة يقدر يوقع اي دولة، ده لو مصر وقعت، ده لو مصر سقطت، ده لا قدر الله، لكن ده مش هيحصل، ما حصلش على التاريخ اللي فات كله. مع اقوى جيوش العالم اللي حبت تغزو مصر، غزت دول كتير وتغلبت وكسرت شوكة الكل، لكن بتيجي عند مصر مقبرة للغزاة بأمر الله، بالشعب، بالجيش، بالأرض، وشعبها بيغير على أرضها. فاللي زعلان مني يزعل واضرب دماغك في الحيط. ليه؟ لأن أنا قلتها وبعيدها تاني، لا قدر الله لو مصر، لا قدر الله لو مصر سقطت، تهديدات والكلام الفارغ وقلة الأدب والسفالة اللي موجودين حوالين الجولاني، اللي بيتكلموا وبيهلفطوا بالكلام، شوية الرعاع اللي ملهمش أي لازمة، واللي مقبوض عليه في لبنان دلوقتي مفروض يتسلم لمصر. ابن القرضاي اللي بيغلط في مصر ويقل أدبه يتسلم عشان يتحاسب. والجولاني أحمد الشرع اللي بيحكم سوريا، يا رب تحكم بما يرضي ربنا بالعدل. ولا انت مش شايف اللي بيحصل على حدودك؟ الضرب اللي اشتغل والحدود اللي اتاخدت والاراضي اللي اتسرقت واتنهبت، انت بتحكم ايه؟ انت ما تقدرش تسيطر اكتر من 30% من ارض سوريا، والباقي فصائل وقبائل هي اللي بتسيطر عليها غير الحدود اللي اتاخدت منك. ما علينا، لكن انا بقولها يا جماعة للمرة التانية والتالتة والمليون، اي دولة حوالين او حوالين مصر في الشرق الاوسط تقع، مصر مش هتقع، مصر مش هتقع. لكن لا قدر الله لو مصر وقعت كل الدول المحيطة بمصر تقع بالتبعية بطيارة. وبقولها تاني واللي يزعل يزعل،
يعدي بقى ساعتها الحاكم بامره ويقول لك ممنوع خروجكم من البيت، انتهت، الارض فاضيه قدامهم. ينزل مليانه قواعد لاعتق الدول واقوى الدول. ما في دوله على مستوى الشرق الاوسط من حوالين مصر الا ما فيها قواعد عسكريه. ما نفعتش سوريا، القواعد العسكريه كانت ضد سوريا، وهتبقى ضدكم انتوا بكره لو ما اتحدتوش وفي الوقت المناسب وقلتوا كلنا ايد واحده وعلى قلب رجل واحد ودوله واحده، واي اعتداء يتم على اي دوله يعتبر اعتداء على بقيه الدول. ساعتها هتبان لكم كرامه، وساعتها هتظهروا. فلوسكم مش هي اللي هتظهركم، اقتصادكم مش هيظهركم، بترولكم مش هيظهركم، بالعكس ده كل ده مطمع للغرب. ربنا يعديها عليكم على خير بامر الله. لكن مصر كفيله بنفسها، محدش يخاف علينا. احنا شعب مصر نخاف على ارضنا ونحمي ارضنا بدمنا، واللي يخشها على جثتنا فقط. ويجي كمان معانا وقبلينا وبعدينا القوات المسلحه في ظل قياده عسكريه حكيمه. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. واللي يزعل من كلامي يضرب دماغه في الحيط. السلام عليكم.